السؤال اللي الناس كتير بتسأل عليه، ازاي ارسم اتجاهات الوش المختلفة؟ فاكر لما قلنا ان الوش عبارة عن شكل هندسي وفيه علامة زائد في النص؟ علامة الزائد دي قلنا ان الخط اللي بالعرض بنرسم عليه العينين، يعني برسم هنا عين وهنا عين والمناخير في النص وادي البق. الودن بتبقى فين؟ بتبقى في نفس محاذاة العينين، يعني في نفس الخط اللي بالعرض. عندي هنا ودن وهنا ودن، وادي الحواجب. ده كده الوش. طيب الخط اللي بالطول بيقسم الوش اليمين يبقى زي الشمال، يعني الخط اللي بالطول اعتبره في نص الوش بالظبط. الخط اللي بالعرض مش لازم يكون في نص الوش، بس هو بحدد عليه العينين. لو الوش هيلف يمين وشمال يبقى اللي هيتحرك معايا الخط اللي بالطول، يعني هنا منطقة اللي هو منتصف الوش ده هو اللي هيتغير معايا. ولو باصص لفوق وتحت الخط اللي بالعرض هو اللي هيتغير معايا. تعالى كده نجرب. هناخد برضو شكل دايرة. ادي الخط، لا خلينا اللي بالطول ده هو اللي اتحرك او يمين او شمال. لو مثلا كل ما الوش عبارة عن كورة، الكورة دي كل ما تلف يمين اكتر، يمين اكتر حسب بقى الدرجة اللي انت محددها هتعمل الخط اللي بالطول ده. طبعا هو عشان الوش عبارة عن كورة فهيبقى الخطوط دي هنخليها دائرية. يعني مثلا ده لو باصص ناحية اليمين، يميني انا يعني او شمال الشخصية، هنخلي الخط اللي بالطول يتحرك سنة، ما بقاش في نص الشكل. وادي الخط اللي بالعرض. لما الخط اللي بالطول اتحرك يمين شوية او يعني شمال شوية او الاتجاه ده يعني شوية، العينين اتحركت معاه، بقى فيه هنا عين وهنا عين. وادي المناخير، طبعا كل الملامح دي متثبتة على نفس الخط اللي بالطول فاتحركت الناحية دي. والودان ما بقتش بقى في نفس محاذاة العينين اللي بره، لا في نفس محاذاة العينين ولكن دخلت لجوه. لما الراس دي دخلت لجوه يعني لفت الودان، دخلت معاها لجوه شوية. بقى عندي ودن هنا، الودن التانية الناحية التانية انا مش شايفها. بلاش نشتغل على الشعر والحاجات دي دلوقتي. تعال نجرب كمان الاتجاه التاني، ولكن هنخلي الراجل ده بقى باصص الناحية دي خالص، مش شوية صغيرين، لا. فايه اللي هيحصل؟ علامة الزائد مش هتبقى لا هنا ولا هنا ولا هنا، لا هتبقى بره خالص، بس متماسكة كده مع شكل الوش. فالخط اللي بالطول بقى الناحية دي خالص، فالمناخير راحت معاه والعينين وكل حاجة. ادي المناخير طبعا طلعت لبره، وادي البق، وادي العينين. بقى في عين هي اللي بيناني والعين التانية هي الناحية التانية انا مش شايفها، لان ده الراجل ده بقى بروفيل كده او باصص بالجنب. الودان دخلت لجوه اكتر، برضو في نفس محاذاة العينين، في نفس الخط اللي بالعرض. وصلت الفكرة؟ دي الفكرة الأساسية. بعد كده بقى في تفاصيل كتير جدا ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين إن شاء الله، بحيث إن أنت تعرف إزاي ترسم تفاصيل الوش كاملة. بس على الأقل اتمرن على الأسلوب ده. يعني تعالوا ناخد كمان شكل كمان، ويكون الراجل ده باصص للجنب مش قوي، بس يعني الخط اللي بالطول مش في النص بالظبط. هتلاقي الملامح بتاعته اتحركت معاك. طبعا حركة نن العين كمان بتساعد، يعني لو هو باصص الناحية دي ممكن اخلي نن العين للطرف خالص، فيساعد ان يديني احساس ان هو باصص الناحية دي. جزء بقى من الودن اللي هناك باين، لان الراجل ده مش لافف راسه جامد ولا هو في المقابل ليا. طيب لو باصص بقى فوق وتحت، الخط اللي بالعرض ده هو اللي بيتحرك. يعني لو خدت ادي الدايرة، الخط اللي بالطول بقى خليه زي ما هو، لان الراجل ده يعني في المقابل ليا. الخط اللي بالعرض مش هخليه بقى موجود يعني زي ما يكون باصص لي كده، لا هو باصص لفوق او باصص لفوق، فالراس كلها اتحركت للناحية اللي فوق بس مع ثباتها على المركز ده. يعني الخط كله مش بيطلع، لا بياخد دوران بس كده لفوق. فنعمل ايه بقى؟ نعمل ادي العين، ونساعد برضو بنن العين ان هو يبقى باصص لفوق. وده طبعا الحواجب. طبعا باقي الراس بقى الناحية دي ماناش شايفها لان الراجل باصص لفوق. المناخير بان بقى تفاصيلها اكتر، يعني فتحتين المناخير باينين بشكل اوضح. البق كمان اترفع لفوق. كل حاجة اترفعت مع العين. شايف العينين دول؟ المناخير في النص ما بينها، وبقى تحتها البق. لما كل ده يبص للناحية اللي فوق، يعني يبص لفوق، كل ده بيطلع معاه. والودان بتبقى في نفس محاذاة العينين ولكن مش فوق معاها، ده هي اخده التكويرة بتاعة الراس، لان في فرق ما بين الخط اللي بالعرض ده يطلع لفوق بحاله كده بالودان بكله،
لا، هيديني شكل مختلف للوش. يعني الوش هيبقى مش باصص لفوق. يعني انا لو طلعت الخط ده اللي بالعرض ده لفوق ورسمت هنا العينين وادي المناخير وادي البق، الودان لو طلعت معاه بقى كده شكل الوش. شكل الوش ان الملامح لفوق لكن مش باصص لفوق. ممكن اعمل له ايه؟ عظمة الدقن كده. برضو في تفاصيل كتير خلينا ما نشتغلش فيها دلوقتي ونتمرن بس على الكلام ده. تعالى للراجل اللي باصص لتحت. ادي الراس وادي الخط اللي بالطول. الخط اللي بالعرض زي ما طلعناه لفوق كده في حالة ان الراجل ده باصص لفوق، لا هنخليه ايه؟ هنخليه لتحت. وادي العينين ونخلي ان العين باصص لتحت، او حتى نغطيه بالجفون كده بحيث ان انت باصص لحد. يعني تخيل انت باصص لحد من فوق كده. المناخير، فتحتين المناخير مش هيبانوا بقى خالص لان انت باصص للراجل من فوق. ادي البق وادي برضو الودان. نفس الفكرة. لو هنرسم بقى شعر، احنا ما رسمناش شعر اصلا من الاول. الشعر هنا هيبان بشكل اكبر بحيث ان الراجل ايه؟ باصص لتحت، فاحنا شايفين بقى ايه؟ راسه كاملة من فوق. وادي الحواجب. دي فكرة بسيطة جدا. تعالى بقى نعمل ايه؟ واحد باصص للجنب وفوق في نفس اللحظة. يعني ادي الراس، ادي البصة للجنب من خلال ايه؟ يمين وشمال. قلنا الخط اللي بالطول هو اللي بيتحرك، الخط اللي بالعرض هيتحرك كمان معاه. فخلاص انا عندي علامة الزائد دي، هوزع عليها بقى الملامح. الودان برضو ايه؟ في نفس محاذاة العينين ولكن داخله لجوه شوية. حتى لو انا عملت الراجل ده ايه؟ شعر كده او شنب او زودت اي حاجة. هو الموضوع هي كفكرة بسيطة ولكن بتكون محتاجة ان انت تتمرن عليها كتير او ترسم عليها حاجات كتير. تعال ناخد الراجل ده مثلا باصص لفوق وبالجنب. ادي الخط اللي بالعرض اللي عليه العينين، ادي العين. وادي الخط اللي بالطول اللي بيبقى عليه المناخير. طبعا المناخير هنا بره. وادي الودن. هو باصص لفوق وبالجنب كده. تعالى بقى نرسم سكتش على اللي احنا اتكلمنا فيه ده. الراجل ده مثلا اخليه باصص ايه؟ لفوق الناحية دي كده وبالجنب شوية. ادي الحواجب وادي العينين. طبعا انا بتخيل ان هم على خط واحد. طبعا مع التمارين كتير على رسم علامة الزائد والحاجات دي كلها الامور دي كلها بتبقى بسيطة ان شاء الله يعني. الراجل باصص لفوق فلازم يعني ايه؟ المناخير تبان بقى تفاصيلها من تحت والكلام ده كله. ممكن مثلا باصص لفوق كده على حاجة مستغرب او مندهش ليها. لا ما كنتش محدد. يعني كان برضو المفروض ان انا احدد انا برسم ايه بالظبط. يعني تعبيرات الوش والكلام ده كله بحيث ان انت بقى ايه؟ تمرينك كمان مركز. يعني مركز انت على حاجة انت عاوز تتعلمها او حاجة عاوز توصلها من خلال تمرينك يعني. تانية الشفة من تحت. يعني نعمل له دقن كده بحيث ان احنا عملنا وشه مقلبص شوية. خدود بقى. تعال نلبس الراجل ده نضارة. زي ما قلنا قبل كده النضارة عبارة عن ايه؟ عدسة قدام العين دي وعدسة تانية قدام العين دي. بس طبعا المناخير دي مغطية على العدسة اللي هناك. وادي الدراع بتاع النضارة. تعال نغمق شوية كده او نعمل اي تاتشات. تعال نعمل واحد باصص ايه؟ لفوق بالجنب. بينادي على حد مثلا فوق او حاجة.